كلام جميل. طب ايه بقى الفرق الحقيقي بين الاتنين ومين الافضل فيهم؟ بالنسبه للفرق في التركيب، فالسيلينجينا فيه مادتين مهمين وهما السيلينيوم سلفايد وده مضاد فطري يقلل الدهون ويقلل معدل تقشير الخلايا، والبيروكتون اولامين وده مضاد فطري الطف يقلل الحكه والالتهاب. يعني شامبو بيشتغل على الفطر والدهون والقشور والحكه في نفس الوقت، ده غير طبعا المواد الملطفه اللي بتكون عليه. تاني حاجه النيزابيكس وده فيه ماده واحده وهي الكيتوكونازول بتركيز 2%، وده مضاد فطري قوي جدا تركيزه الاساسي على اكل الملاسيزيا والالتهابات اللي معاه. يعني تركيبه مضاد فطري مباشر مش بيظبط الدهون ولا التيرن اوفر زي السيلينيوم. بالنسبه للفرق اللي في القوه، فالكيتوكونازول او النيزابيكس اقوى كمضاد فطري مباشر من السيلينيوم وبيشتغل بعمق على الفطر نفسه خصوصا في الحالات الملتهبه قوي. اما السيلينيوم سلفايد فقوته مختلفه وهو الاقوى في تقليل الدهون وتهدئه القشره الدهنيه اللي بتتكرر، وكمان بيقلل معدل التقشير وده بيخلي نتيجته اسرع في القشره الدهنيه. وبرضه القوه الاعلى مش دايما الافضل، في حالات الفروه الدهنيه السيلينيوم بيكون احسن وفي الالتهاب الشديد الكوتيكونازول بيكون اقوى. بالنسبه للفرق في الاستخدام، فالسيلينجينا بيكون مناسب اكتر للحالات اللي فيها قشره دهنيه واضحه، فروه بتزيد بسرعه، حكه بدون التهاب شديد، وبرضه في حالات السيبوريك ديرماتيتس البسيطه والمتوسطه لانه بيظبط الدهون والقشور والفطر مع بعض. والنيزابيكس بيستخدم اكتر في حالات السيبوريك ديرماتيتس الشديده مع الاحمرار الواضح، وكمان في حالات التانية فيرسيكولر، وبرضه في حالات القشره المصحوبه بحرقان او التهاب قوي لانه بيركز على قتل الفطر وتهدئه الالتهاب العنيف. السلنجينا بيظهر تأثيره بسرعة لأن السيلينيوم بيقلل الدهون ومعدل التقشير من أول كام استخدام، وده بيخلي المريض يحس إن القشرة خفت بدري. أما النيزابيكس فده بداية مفعوله بتكون أبطأ شوية لأنه مضاد فطري مباشر وبيحتاج وقت لحد ما يقلل الالتهاب والفطر، فالتحسن بيبان غالبا بعد 10 إلى 14 يوم. كمان في فرق في الآثار الجانبية، السنجينا ممكن يعمل نشفان بسيط أو جفاف خصوصا لو استخدم أكتر من المطلوب، بس وجود البيركتون زائد مواد ملطفة بيخليه مقبول عند أغلب الناس والتهيج معاه بيكون أخف في الفروة الحساسة. اما النيزابيكس فبيعمل تهيج بسيط لو الفروه حساسه، وبعض الناس بيحسوا بجفاف بسيط لان الكيتوكونازول قوي كمضاد فطري، ولو استخدم يوميا ممكن يهيج الفروه زياده. يعني السلنجين الطف في الاستخدام الطويل والنيزابيكس اقوى ولكن ممكن يهيج شويه عند بعض الناس. اخر حاجه بقى وهو الفرق في الصيانه او المينتيننس ثيرابي. السلنجينا ممتاز جدا للصيانه بعد العلاج لانه بيتحكم في الدهون وبيمنع رجوع القشره بسهوله، فبنستخدمه مره اسبوعيا او كل اسبوعين للمحافظه. اما النيزابيكس فمش معمول للصيانه الطويله، بيستخدم لفتره علاج وبعدين نوقفه او نرجع لنوع الطف، وممكن نرجع له بس لما بيحصل فلير او انتكاسه. وفي النهايه السلنجينا اقرب للحالات اللي فيها دهون عاليه وقشره دهنيه متكرره، اما النيزابيكس فاقوى في الالتهاب الشديد او التنيه.